سلسلة مومو أسكس تمكنكم من التعبير عن آرائكم في مواضيع مهمة أو تافهة ولا تعبر بالضرورة عن رأيي الخاص. للمشاركة أضفني أو اتبعني على فيسبوك. يقول الشاعر: يا لهوي على ناس بجاية حابين يعوموا عرايا. يا لهوي يا لهوي درستي وازل الدور بيا. يا لهوي يا لهوي خطيه الحلالة كي ديالها. يا لهوي يا لهوي. السلام عليكم، كي راكم؟ شوية سقسيتكم في إطار سلسلة مومو أسكس واش رايكم، واش هما المعلومات اللي تعرفوهم على هذه الحكاية تاع الناس اللي قال لك حابين يروحوا للشاطئ في بجاية باش يعوموا بدون هدوم كما يقول المصري. يلا نشوفوا الأجوبة تاعكم من بعد نرجعوا باش نسيو نفهموا واش حقيقة صرا. مومو أسكس معلومات وروابط على واش راح يديروا في بجاية. ايه خوفوا فينا في الماريكان وما صراتش. راح يديروا مسابقة أجمل جسد. راني حاسها تكون مقلب ومشي صح كيما بزاف عفايس وقالوا نديروه مع الاخر ما صرا والو. صوقنا فاري. راح يشوفوا شكون حدايدي. ما كان والو في بجاية، كاين غير لي دودان. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عهر فكري. المهم ربي يهديهم. هاوليك الشط دي ناتوريست. اللي ما يعرفش مذهب الناتوريزم ولا النوديزم ولا مذهب العري، هو مجموعة من الناس اللي آمنوا بحق الإنسان في التعري على أنه مفيد للصحة وعلى أنه أمر طبيعي كما كامل الحيوانات. وفي بعض الدول دايرين مسابح وشواطئ خاصين بهاد الناس اللي حبوا يعوموا عرايا. قال لك رايحين يعوموا عرايا وباقي الولايات جايه تفرج. راح يديروا اصابع السمك المقليه. شفتي عنده فينا زعما. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أب وليد. واش قلت نطيب اليوم للعشاء؟ قلت نطيب هذا السمك هذا، فيها 10 تاع كيسموهم باطوني أعمدة، فوالا أصابع السمك المقلي. هما حابين الشهرة وانتم كيما تهضروا عليهم بزاف راكم حققتوا لهم المبتغى. هي من الاولى كذبه دارها ادمين في باجته وانتشرت وبداو الاشاعات. خلاصه القول ما كاش منها. مزيغا كاع رجال. رايح نتكلم باللغه اللي يفهموها كامل. انا قبايلي وحر. الشاطئ هذا نسكن قدامه والفحل والفحله فيكم تتعرى. صدقوني غير نطلق اكثر من 15 كلب وتسمعوا غير هاد وانا على ما اقول شهيد. قالوا باللي عاده بجايه تابعه للهند. مهرجان الألوان هولي، وهذا المهرجان ربما عنده تاريخ، عنده طقوس معروف. هو أكثر هذا المهرجان في الهند والنيبال، عنده طقوس دينية. ولكن بجاية التي يقام فيها أول مرة هذا المهرجان الجانب الجمالي اللي فيه الألوان والترفيهي. نعم. संदल का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा कर। وعلاش خممتوا بهذه الفكرة؟ خممنا على هذه الفكرة باسكو شفنا لو هولي اللي تندار في الهند. اون سي دي كو سيتي تري جولي. كذاب انت. Today most of India is drenched in different colors because the Hindu majority is celebrating its festival of colors called Holi. باسكو شفنا لو هولي اللي تندار في الهند. اون سي دي كو سيتي تري جولي. راح يخرجوا كيوم يبعثون حفاة عراة. داروها إشاعة غير باش يجذبوا السياح ليها في أود. قال لك راح يخرجوا عرايا. بلادي راحت. أين الحرمة؟ أين الأخلاق؟ أين الشاطئ الحرية وش بيك انت؟ 7 أوت نولوا في العالم الثاني. اللي ما داش الباك يروح ينسى همو تماك. هذه برك اون باج تلقى هضره كيما هاك، زعما بغاو يخسروا السمعه تاع القبايل كيما داك العام من شيعوهم ياكلوا رمضان. بصح نهار اللي وكلوا شحال من فقير وشحال يتيم واحد ما هضر عليهم. انا 100% باللي حيجيو غير البساكره راك فاهم. نهار 7 اوت جزر المالديف. نا 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 بحر تاع بجايه. راني نقارع اليوتيوب تخلصني باش نخلص على حبيبي فطور اللي وعدتك به. ادعي معايا ان شاء الله حاجه مليحه. هكذا نديرو فيديو التيتر تاعها خلصت على مومو فطور بدراهم اليوتيوب. واحده من خرافات الفيسبوك. لكن خرافات الفيسبوك ممكن ان تقع عند تضخم الموضوع والتكلم عنه في نطاق واسع.
هذوك كامل ولاد القرفه. ما على باليش اذا كاين منها ولا غير خرطي، بصح حتى لو كان كاين منها ما نقدروش نحكموا على جميع سكان بجايه ولا القبائل ونبداو بلا بلا ونوضوا الفتنه بيناتنا وحنا وطن واحد. ولو كان جا كل واحد فينا يعس روحه ويعس اختو راهي تطورت البلاد، واللي حابين يتعراو يتعراو ما كاش اللي مانع عليهم. مهرجان اسمه بما خلقني رب العالمين. اذا كانوا هذو هما الاجوبه تاعكم. شكرا جزيلا لكاع الناس اللي شاركت وكاع الناس اللي ما قديتش نحط الاجوبه تاعكم. الله غالب كاينين بزاف كما على بالكم. القصه هذه كلها بدات من حدث نظم على فيسبوك حدد له تاريخ 7 اوت بعنوان اسبح عاريا او عاريه تضامنا مع لابسات البيكيني. هذا الحدث نظمه مدير صفحه قبائليه بجاويه ساخره اسمها شبعتونا خرطي ولكن بركات. وطبعا الصفحات الفيسبوكيه العظمى سرعان ما تناقلت الخبر ودارت به حاله، باش في الاخير يجي صاحب الصفحه ويقول باللي هذاك الحدث كله كان عباره عن مزحه. فتى في مقتبل العمر بفو بروفيل زعزع الجزائر كلها ووضع ايفنت للتظاهره للسباحه بدون لباس في ولايه بجايه، وكل الصفحات تناقلت الخبر كصفحتي وانا اسف ديزولي بيبي. ربما كان الهدف تاع صاحب الحدث والصفحه هذيك باش يدافع على حريه اللباس بطريقه ساخره، وربما ما توقعش تصرى هذيك الضجه هذه، لكن على حسابها كان الهدف هو ايضاح نقطه اللي دائما نهضر عليها في الفيديوهات تاعي، وهي عدم الانجرار وراء كل شيء نشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت ولا في وسائل الاعلام قبل ما نتاكدوا من هذيك الحاجه. اليوم أنا مدير هذه الصفحة أثبت بأن الشعب الجزائري يتلقى المعلومات بكسل، وبأن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير جد كبير على أحبائنا الجزائريين. من الضروري القيام بأعمال توعوية حول هذا الأمر، لأن حدثا بسيطا كهذا بإمكانه خلق صراع حقيقي، سب، تهديدات بالقتل، كل هذا بسبب تنظيم حدث وهمي. أمر معروف أن أي طفل ممكن ينظم حدث على فيسبوك، ولكن حدث من هذا النوع تاع الناس يخرجوا برا قدام الملأ عرايا يرتكز على عامل الصدمه، كي تصدم الناس بحاجه ماشي موالفين بها ولا ضد معتقدات تاعهم ولا المبادئ تاعهم ولا الاعراف تاعهم، غادي تكون ردة فعل قويه وسريعه. والصفحات الاستحماريه الكبرى على بالهم هذا الشيء، والهدف تاعهم الاول هو جمع اكبر عدد من الجامات، ولازم يكونوا هما السباقين في نشر الخبر لان المنافسه شديده، ولو كان يستنوا حتى يتاكدوا من هذاك الخبر غادي يفوتهم القطار تاع البوز، غادي صفحات وقنوات واحد اخرين يسبقوهم في نقل هذاك الخبر، ومن بعد الناس تنسى هذيك القصه وتروح القصه واحده اخرى جديده. بالنسبه لردود الفعل كما شفنا من الاجابات تاعكم، كاين اللي فاق بان القصه مجرد كذبه، كاين اللي غضب على الدين، كاين اللي هاجم القبائل، وكاين حتى اللي عجبته الفكره وحب يروح للشاطئ هذاك شاطئ الساكت اللي مسكين قريب نطقوه. والشيء الطريف انه رغم هذاك الصراع اللي حبوا بعض الناس يصوروه واقع ما بين ما يسمى بالعرب وما يسمى بالقبائل، زعما العرب ارهابيين والقبائل ملحدين، راك فاهم؟ كاين بزاف قبائل ولاد بجايه اللي كانوا ضد هذه الفكره، حتى كان البعض منهم عندهم ردة فعل عنيفه، كما كاينين الناس من باقي الولايات اللي عجبتهم هذه الفكره بطريقه او باخرى. مي سيريو من نيتكم تجيكم هكا تدخلكم في مخكم باللي وحده وجهها كمالتها ما تبينهاش في فيسبوك وتروح تعوم عريانه في لابلاج واللي كاميرا هكا يصوروا فيها وكاع في فيسبوك شغل بالنقاب وجهها ما يبانش وفي لابلاج بلا قشور. هذه البنت هذه اللي نشوفوها في التصويره ممكن تكون وحده من اللي نظموا الحدث، وعلى حساب الفيرني والحماير هذوك المطاشين اللي دايرتهم، وعلى حساب الورقه هذيك اللي كاتبه فيها مقطعتها مكراس تاع 96 صفحه، من المحتمل جدا تكون كاش تلميذه في الرابعه ابتدائي هكذا، ولا اخطر من ذلك يكون كاش ولد دار المكياج تاع يماه على جال البوز. راني نقصر برك. وبالنسبه لللباس حقيقه الحيوانات ما يلبسوش، بصح الاكثريه عندهم فرو وعندهم ريش وعندهم ذيول باش تسترهم وباش تحميهم من الحراره ومن البرد. وكي نقولوا اللباس يستر العوره ماشي فقط المفاتن تاع الجسم، بل هي ايضا العيوب اللي كاينين في الجسم واللي ما نحبوش الناس يطلعوا عليها. شوف برك هذيك اللي تعري شعرها نهار اللي دير فيه كارثه تغطيه بخمار، ولا مامولد قادر يبرقع يدير كيراتين ولا يبرقع شعرها تلقاه داير كاسكيطه، ولا مراه مثلا يكون في وجهها سيكاتريس ولا حبه ولا طاشه، بالك ما ديرش نقاب باش تدرقها، مي تدرقها بالماكياج، والماكياج هو نوع من انواع الاقنعه. هذه هي، ما نزيدش نطول عليكم. اللي حاب يشارك في الحلقات الجايين تاع مومو اسكس الرابط تاع الفيسبوك تاعي راه تحت باش يتبعني. والسلام عليكم.
وصلنا إلى نهاية الفيديو.